هي في علامات معينه تبين ان انا حياتي مع مراتي هتستمر ولا لا؟ ان حياتي مع مراتي فعلا بتمر بمرحله هينفع تعدي ولا هي دي نهايه الطريق؟ اصل المشاكل بينا بقت كتيره والخلافات بينا بقت كتيره، فانا عاوز اعرف هنا انا وصلنا لنهايه الطريق ولا ممكن يبقى فيه بادره نور تكمل بينا الحياه. تعال نتكلم مع بعض في الموضوع ده. تعال قبل ما اجاوبك هسالك تاني، هو الاحترام اللي بينك وبين مراتك، طبعا الحياه الزوجيه قائمه على مبدئين، احترام متبادل واهتمام متبادل. الاحترام اللي بينك وبين مراتك والاهتمام بيك ليها المتبادل موجود ولا لا؟ موجود بكميه قد ايه ولا بدا يختفي تماما؟ انت دنيتكم مع بعض عامله ازاي؟ بتحترمها؟ هي بتحترمك؟ بتقدر كلامك؟ بتمنعها عن حاجه بتمتنع؟ بتأمرها بحاجه مش لازم تأمرها، بتقول لها على حاجه بتعملها؟ ولا احترامكم لبعض قل لدرجه ايه؟ ده هيتوقف عليه الاجابه على السؤال بتاعنا. اخبار المشاكل معاكم ايه؟ يعني انتوا اقل مشكله ممكن تخرب عليكم الدنيا وتبيتكم في نكد ليل ونهار يوم واثنين وثلاثه، ولا انتوا مش بيوقعكم ولا المشاكل اللي هي فعلا تلوح؟ لو كل مشكله بتوقف بيتكم بتوقف حياتكم بتخليكم فعلا تزعلوا من بعض باليوم وبالاثنين وبالاسبوع وبالشهر، انت حالكم في خطر. راجعوا بعض، حاولوا تقربوا من بعض، حاولوا تصلحوا الدنيا مع حوالين بعض، لان الزواج اللي فيه كثره انتقاد وكثره مشاكل نادرا ما يدوم. هل انت بدات تمل من مراتك؟ وانت بدات تمل من جوزك؟ ان وصلتوا لمرحله الملل ده، الشغف بان انت تشوفها وتشوفك، تكونوا مع بعض، تخرجوا مع بعض، تقعدوا مع بعض، ان انعدم الشغف ده ووصلتوا لمرحله الملل، ملين وجودكم مع بعض، بقى التليفون اولادكم من بعض، بقى مكالمه اختك ولا اخوكي وانت مكالمه اختك ولا اخوك ولا صاحبك ولا تنزل على القهوه اولالك من ان انت تتكلم مع مراتك، الدنيا كده داخله على منعطف مش حلو. حاولوا تراجعوا روحكم بسرعه. جوزك في شغله في مشوار في سفر، بترن عليه كم مره خلال 3 4 ساعات بره؟ الراجل مسافر من 8 لحد 8 12 ساعه، رنيت عليه كم مره؟ تعرف ان الموضوع ده بيفرق مع الراجل قوي؟ مراتك في الشغل او جالها مشوار عند اهلها او بيت يومين عند اهلها، اترنيت عليها كم مره؟ تعرف ان الموضوع ده يفرق معاها قوي؟ ما تاخدوش الموضوع بالتبادل ان هي ما رنتش ولا ما رنتش، ما هو ده برضه دليل على ان الحياه داخله على منعطف وحش. يا جماعه حاولوا تداووا الامور قبل الامور ما تبقى وحشه قوي. يعني في حاجات كده لما بنحققها في الاول زي بتاع دور البرد، لو جالي في اول يوم خدت له حبايتين مؤكد مش هيبقى زي ما هملته، هيبقى تاني يوم تالت يوم رابع يوم هيكون ألعن وأوحش. العلاقة بتاعتنا مع بعض كزوج وزوجة لو هملناها هتوصل لمراحل العلاج مش هينفع فيها، الدواء مش هينفع فيها. ما تخلوش الأمور تبدأ تتدهور لحد ما يبقى العلاج فيها صعب. داووا أموركم، لموا حياتكم، عشان حياة مفيش فيها ثقة، مفيش فيها تواصل، فيها ملل، فيها انعدام للاحترام للاهتمام. الحياة دي هتبقى حياة محكوم عليها بالفناء. فأرجوكم حاولوا تداووا أموركم مع بعض.